السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا متابعين؟ الرسالة الذي ينتقدون نادي الأهلي والذي يدعمون ضد نادي الأهلي وفي الأخير تطلع خسران، هذا أنا أقول خسارة ما فيها كزيها. هذا أول شيء، احترامك سقط من عيون الناس، وقللت احترامك من الجمهور نادي الأهلي. وإيش الذي سويت أمام نادي الأهلي؟ رحت تدعم ضده وفي الأخير اندعست في ناديك وخارج ناديك. أنت دعمت في ناديك، قل ناديك هذا، لكن فريق أجنبي أما مثل وطن ما رحت معاه، مشكلة، ورحت تشجع أمامه وفي الأخير اندعست وخرجت برا. زبطوك زبط ما في. أما شفت آخر النهاية كيف رفعوا الكاس وروحوا فرحانين، وانت صرت تبكي، روحت نوم وزيدها يمكن ما نمت من القهر. تحياتي لجمهور نادي الأهلي والذي قاموا مع نادي الأهلي والذي دعمونا معنويا وخارجيا وداخليا، الذي دعمونا خارجيا وداخليا. أنا أقدم شكري. أنا كذا أنا أحترمك من إيش؟ إنك احترمت الشعار هذا واحترمت الفريق هذا. أنا أحترمك إنك أنت قمت معايا وساعدتني، وأنا راح أسعدك. كل ضيق لها فرج. الأهلاوي كم صبر، كم تحمل معاناة، كم تحمل يعني قساوة، كم تحمل. قل لي يعني الفريق والمشجع والعاشق الذي صبروا على نادي الأهلي مستحيل يصبروا نادي ثاني. لكن من بعد المعاناة حقهم ربي أعطاهم حقهم وزيادة، يعني فرحهم بدل الفرحات الأولى أعطاهم فرحة أكبر. يعني شوف كيف فرحة لا تنسى عليها. واحمدك واستعينك يا رب على كل حال. وانا اقول والله العظيم لدن ربي يبغى يريد لك الشيء هذا، انه ربي يعطيك، ولو يحاربونك الكون كله ما حد يقدر حيرك. مدومة ربي موفقك. الاهلي نادي موفقه، نادي الاهلي ربي موفقه، هو جمهوره ما تشمت ولا يعرف الشماتة ولا يعرف شيء، يعرف احترام وتقدير ويعرف يحترم الخصم. لكن انت ايش تعلم؟ يعني تلعب بغرور وكل شيء. وشوف كيف. تحياتي لكم وتحياتي للناس الشرفاء، وهذا التحية الثانية. مع السلامة، إلى اللقاء.